عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعافية. إذا أول مرة بتشوفوا القناة بتاعتي أنا رزاز محمد، أهلا ومرحبا بكم. فيديو اليوم هنعمل مع بعض مخمرية جميلة جدا جدا بتستخدميها بعد الحمام أو بعد الشاور. مخمرية من 3 مكونات، عبارة عن زيت الأطفال بيبي أويل وصندلية، وعبارة عن مسك أحمر الخام بتاع المسك. مكوناتنا جميلة جدا جدا ومخمرية رهيبة 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 شديد. لو جربتوها ما بتستغنوا منها خالص. طيب، أول حاجة عندي علبة أنا بعمل فيها على طول المخمرية. نضيف فيها زيت بتاع الأطفال. العلبة دي أو الفتيل ده أنا بعمل فيه المخمرية بتاعتي بتاعت المسك. دي كنت عاملة المسك بتاع العادي الحجر اللي بندقه، بس المرة دي هعمل لكم بالخام بتاع المسك الأحمر. نشوف الطريقة بتاعتنا. أول حاجة فتحنا العلبة، بعد ذلك هنضيف البيبي أويل طبعا حسب الكمية اللي انت عايزة تستخدميها. هنضيف الزيت بتاعنا بتاع الأطفال. المخمرية دي جميلة شديد، تستخدميها بعد الحمام وبرضو تستخدميها بعد الدخان. رهيبة رهيبة شديد لو استخدمتيها بعد الدخان. بتغنيك من أي نوع بتاعت عطور وبتاعت خمر تاني. شايفين كبينا 3/4 العلبة بتاعتنا البيبي أويل، شايفين. والتلت التاني هنضيف الصندلية المستخدمة أنا دي صندلية جميلة شديد. بعد ما ضفنا زيت الأطفال هنضيف الصندلية زي ما انتوا شايفين. التلت التاني نضيفه الصندلية كده كفاية عشان نضيف الخام بتاع الخام بتاع المسك. حاجة هنضيف الخام بتاع المسك. قوامه وشكله بيكون كده. هو سميك. وانتبهي انك ما تضيفي كمية كتيرة لانه ريحته قوية شديد وبيتطغلك عن الحاجات التانية كلها. حاسة دي كمية كتيرة، يلا مش مشكلة، ريحته بتكون احلى وارهب. اضفنا الكمية بتاعتنا، شايفين حتى الشكل بتاعه اختلف والريحة بتاعته رهيبة شديد. يا ريت تقدروا تشموها من خلال الفيديو. كده المخمرية بتاعتنا شبه بقت جاهزة. نحرك المكونات بتاعتي او نغج الباغة بتاعتنا اللي عملنا فيها المخمرية. وبعد ذلك نحفظها مدة بتاعت 3 ل4 أيام. نخليها مقفولة لحد ما الصندلية والمسك والزيت بتاع الأطفال يتعتقوا كويس مع بعض وتجي تستخدميهم. لما تجي تستخدمين انه بشرتك تكون رطبة. المخمرية بتاعتنا بقت جاهزة. نحركه عشان المسك الخام تقيل شديد. واللون بتاعه يتغير، بقى اورنج فاتح كده، لونه برتقالي فاتح. لانه الخام بتاع المسك لونه برتقالي زي ما واضح لكم في الفيديو. كده المخمرية بتاعتنا بقت جاهزة للاستخدام. طريقة الاستخدام تستخدميها بعد ما تطلعي من الحمام وجسمك يكون رطب، او برضه ممكن تستخدميها بعد ما تخلص الدخان السوداني بتاعك. جميلة شديد ورهيبة شديد. حتى البنات ممكن لو حابين يستخدموها بس ما يضيفوا الصندلية، يكتفوا بس بالمسك وزيت الأطفال. بالذات الأيامات دي أيامات بتاعت سخانة،
والجو متغير، حاجة جميلة شديد ورهيبة شديد. بتمنى تنال إعجابكم. لحد ما ألتقيكم في فيديو قادم، أترككم في رعاية الله. شايفين حتى بترطب لك المحل لأنه ضفنا بيبي أويل. حاجة بسيطة منها بتعطر لك جسمك، يا سلام، بتخلي لك جسمك ريحته رهيبة شديد. جربوها إن شاء الله ما هتندم.